دايما تتكلم على الغلط لغايه لما يثبت العكس. خلينا نروح للنادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي عنده كان تدريب، وطبعا بيستقر او بيستعد للنادي الزمالك مباراه القمه ان شاء الله يوم الخميس القادم الساعه 6 مساء على ملعب بيترو سبورت. الفريقين جاهزين. النهارده الاهلي عنده تمرين، كان في بعض القلائل كده والمشاكل نوعا ما امام النادي الاهلي على باب النادي الاهلي. خلينا نعرف بالتفصيل مع المدير طبعا التنفيذي اللواء شيرين شمس. مساء الخير يا فندم. سيادة اللواء، ازاي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيب كده وعيد كريم ان شاء الله. كلمنا يا فندم بعد اذن حضرتك. سمعنا عن بعض المشاحنات كده والحاجات الغريبه اللي قدام النادي، ايه اللي حصل تفصيلا؟ مثلا في حاجه دخل جوه النادي ولا اللعيبه ما حسيتش بأي حاجه؟ لا مش جوه النادي خالص، ما فيش حاجه. طب الحمد لله. هو الفكره انه يعني بس يعني انت عارف حضرتك ان قصه التمرين وبتاع يعني اليومين دول يعني عايزين يقفل شويه على الفرقه، يعني الناس كانت عايزه تخش امنه ونعوم من بره من بعيد، يعني مفيش مشكله خالص. يقال ان مش عارف يعني غاز مسيل الدموع والناس اتفرقت والكلام ده كله كان بعيد عن النادي، مش موجود. لا مفيش حاجه قدام النادي، انا في النادي حضرتك مفيش حاجه عندي. طب وانت مين اشتغل يا فندم عادي ولا لسه هيتمرنوا؟ لا لسه التمرين مش دلوقتي حضرتك، لسه قدام نص ساعه بس الامور تمام والاهلي هيتمرن؟ الفرقه موجوده وكل حاجه موجودين وكل حاجه تمام، مفيش اي مشاكل يعني؟ لا خالص. طب الحمد لله. طيب النهارده كان في الاجتماع الامني تقريبا في اللقاء. الاجتماع لسه شغال حضرتك. حضرتك مش ممثل النادي الاهلي فيه؟ لا الكابتن وليد مهدي والكابتن سمير عدلي هم اللي هناك. اوكي. طب والدنيا تمام يا فندم يعني كل لا كله تمام خلاص. احنا يعني خلاص مستقرين برج العرب يوم برج العرب، لا في بيترو سبورت. اسمه ايه؟ اسف، بيترو سبورت يوم الخميس ان شاء الله. فهو مفيش مشكله خالص يعني. والاهلي موافق والدنيا كمان كله تمام؟ لا ما هو حضرتك حكايه الاهلي موافق على الملعب دي احنا اصلا ما كلمناش فيها. لا يعني عشان انت صح. اصل فندم الناس كلها يقول لك اصل التاجيل والاهلي والزمالك مره. لا مفيش تاجيل، مفيش. الموضوع التاجيل ده مش مطروح. انت شايف حضرتك الموضوع لازم يتلعب الماتش في ميعاده والاهلي مستعد بشكل كبير. بالظبط، والاهلي مستعد والزمالك مستعد وربنا يكرم يعني الفرقتين ويطلع. المهم يطلع ماتش كويس، يطلع ماتش ان شاء الله. هو ده المهم في الموضوع يعني. طيب الناس دي هترجع تاني ولا خلاص الامور انفضت تماما يا فندم؟ لا مفيش حاجه بره خلاص الدنيا بيس يعني. لا خالص. ربنا يخليك يا سيادة اللواء، ودايما نتواصل. وبشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. تحت امرك. توفيق ان شاء الله يا فندم باذن الله. ربنا يخليك. طيب ده كان يمكن اللواء شيرين شمس طبعا مدير النادي الاهلي من داخل النادي الاهلي. كان النهارده كان في وقفه كده لبعض الجماهير امام النادي، كانوا عايزين يخشوا يتفرجوا على التمرين، والتمرين كان من غير جماهير، فحصل نوعا ما يعني حاجات بسيطه شويه، الله اعلم زي ما قال سياده اللواء، قال لا بسيطه وما فيش حاجه جوه النادي، والناس مشيت وانفضت الامور بشكل كبير. زي ما قلت لكم طبعا الماتش ان شاء الله يوم الخميس الساعه 6 مساء في بيترو سبورت. وانا بحيي الناس على موضوع بيترو سبورت تحديدا، لان في تشكيك دايما في مواضيع الماتشات، وبيترو سبورت لا ما ينفعش. النهارده امنيا الناس بتوافق والامور بتشتغل بشكل كبير، والامن بيوافق، ودي على فكره صعبه لان الوقت ده حساس شويه، الكريسماس وامبارح ونيو يير بيبقى الحاجات امنيه نوعا ما، بيبقى في استنفار امني، يعني الناس يقول لك مش ناقصه كمان تقعد ماتشات دلوقتي في الوقت ده، لكن الامن شايف ان ما ينفعش ان الزمالك الاهلي بقى يقعد كل ماتشات يتلعب في اسكندريه، فوافق بصراحه، ودي حاجه تحترم. واحنا بقى خلاص يعني عندنا دوله قانون وعندنا امور استقرت بشكل كبير، والناس عايزه تتفرج على الماتش باحترام، والناس عايزه تتفرج على الماتش في مصر ما يبقاش فيه اي مشاكل. الاهلي جاهز، الزمالك جاهز، وانا جاهز، بس نطلع لفاصل الاول وبعدين نرجع نكمل كلام. راديو هيتس، المسجات على 8802 وتليفونات 38355961. هستنى تليفوناتكم ومسجاتكم نقراها مع بعض، وقولوا لنا رايكم ايه في لقاء القمه القادم، شايفينه ازاي، شايفين مين الاقرب الى الفوز، هل الزمالك اقرب ام الاهلي، هل الحاله الفنيه بتفرق قبل الماتش ده ولا الماتشات دي ليها حاجات اخرى ملهاش دعوه بمقاييس مختلفه، ملهاش دعوه بالسابق، كل شيء يعني اللي عايزين تقولوه قولوه لنا معانا. مساء الخير عليك يا كابتن حازم يا محترم، بالله عليك يا كابتن عاوزك تكلمني، مش عارف اوصل لحضرتك ولا انا عشان اهلاوي ليه يا بطل؟ لا والله ابدا، النمره اخيرا 47. هنشوف دلوقتي يعني، هنحاول طبعا، لكن خش معانا، احنا فاتحين تليفون، وخش معانا اتكلم معانا، قول عايز تقول ايه. طبعا هنا اهلي زمالك اسماعيلي، اي حد عايز يخش طبعا يقول عايز ايه. طيب خلينا اقول لكم شويه اخبار.
على الماتش الاهلي والزمالك. طبعا رامي ربيعه خلاص اوت في الماتش ده، اتعور امبارح، يعني جاله جزع في الكاحل في الرباط الخارجي تقريبا او الداخلي، وصعب يكون موجود، هيقعد اسبوعين. طبعا اصابه كبيره، ويعني لعيب مهم، وحتى يمكن تأثيره كمان في المنتخب، لانه كان اكيد هيبقى موجود مع جهاز كوبر او مع التشكيله هيحط كوبر طبعا لسه ما قالش مين المحليين، قال 11 المحترفين، ولكن لسه المحليين بعد ماتش الزمالك والاهلي هيقولهم يوم 1 في الشهر تقريبا. ولكن ربيع يعني بحكم كده اللي احنا بنفهمه من كوبر شويه، ان هو دايما اللعيبه اللي عنده اللي معاه في المعسكرات هم دايما معظمهم هيكون موجود، قليل قوي او نادرا ما هيبقى حد ممكن يكون من بره الشكل ده. ممكن بعد عدم وجود رامي ربيعه ممكن يكون انضمام للونش في الوقت ده، هيكون ممكن يكون موجود. عايز اقول لكم الاهلي الاهلي بعيد عن زوبعه القمه ويسعى فقط للفوز بها، يعني كلها طبعا الناس كلها جاهزه. سيد حفيظ الاهلي موقفه ثابت من مباراه القمه. الاهلي طبعا اعلن النهارده مش عايز حكام مصريين. انت دلوقتي في اعياد ميلاد وفي كريسماس ونيو يير، دي يمكن فتره الاجازات في اوروبا تحديدا، فتره بتبقى الناس كلها بتاخدها كده، يعني ما بتبقاش عايزه تشتغل، ما بتبقاش يعني بتبقى فتره اعياد، كل عايز يقعد في بيته مع اهله نوعا ما شويه، فدي عامله صعوبه في اجلاب حكام من اوروبا او حكام في يعني اتحادات جيده. طبعا النهارده في بوكسنج داي على فكره، في ماتشات كوره في انجلترا، يعني انجلترا شغاله، هي الوحيده اللي شغاله. اسبانيا هتشتغل يوم السبت عادي، لكن ايطاليا واقفه، المانيا واقفه، سويسرا واقفه، كل البلاد، هولندا واقفه، كل البلاد اللي فيها برد اكتر شويه او من شمال اوروبا هتلاقيهم واقفين، ما عدا انجلترا الوحيده اللي عندها عادات وتقاليد، وهي البوكسنج داي، ان لازم يكون في ماتشات كلها في البوكسنج داي تتلعب كلها مع بعض. عايز اروح لنادي الاسماعيلي، وامبارح طبعا الاسماعيلي بيكسب 2-1 في الكاس، ولكن في امور كثيره في نادي الاسماعيلي عن تغيير كابتن اشرف خضر والتعاقد مع الكابتن شوقي غريب ما بين مؤيد ومعارض. هل فعلا كابتن شوقي هيكون موجود وهو حاليا على قمه جهاز انتاج الحربي، هيكون موجود ولا لا؟ انا اعرفه من الزميل محمد شيحه طبعا وكيل اللاعبين، ولا يعني هو طبعا اسماعيلاوي وابن نادي الاسماعيلي. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن، منور الدنيا، كل سنه وانت ازيك يا عالمي حبيبي، ربنا يخليك، اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله تمام والله يا كابتن. هل فعلا الاسماعيلي استقر على اقاله كابتن اشرف خضر خلاص بين الدورين؟ لا والله يا كابتن، اشرف خضر ده ابن من ابناء النادي، ادى بشكل كويس جدا، طور من اداء النادي بشكل كبير جدا في فتره صعبه جدا. وحضرتك ادرى، وانا دايما بشوفك يعني تحليلك لمباريات النادي الاسماعيلي، يعني صعبان عليك النادي الاسماعيلي لما وصل اليه مجموعه لاعبين، انا اسف، لا يرتقوا لتيشيرت النادي الاسماعيلي. فاشرف خضر ليه كل الشكر على ما فعله مع النادي الاسماعيلي، والراجل ما يعني ما خسرش، عمال يتعادل وبيكسب، يعني ما خسرش المباراه عشان يهاجم بهذا الشكل. المهندس ابراهيم اداله فرصه ويشكر على ذلك، انه كسب النادي الاسماعيلي مدير فني جديد. المهندس ابراهيم كان كلامه واضح جدا يا كابتن حازم، من اول ما جه قال لك انا القماشه اللي موجوده، لو جبت مدرب من اكتر الدول تقدما في كره القدم مش هيعمل حاجه مع الموجودين. صح. فقال ان اشرف خضر هيكمل لغايه يناير، وبعد يناير هنبدا نقول يعني كان في اتفاق مبدئي اول ما تولى المسؤوليه كابتن اشرف انه لغايه يناير فقط. ده اعلان رسمي من المهندس ابراهيم. يناير لسه ما جاش. اشرف خضر اجاد بشكل كويس. كابتن شوقي غريب احد الاطروحات اللي موجوده امام مجلس الاداره، زي كابتن حماد السلبي احد الاطروحات اللي موجوده امام مجلس الاداره، زي ما كابتن طلعت يوسف برضو اتكلمنا معاه في اكتر من اسم. معلش كل ده يحدد في اجتماع مجلس الاداره القادم. طب انا هسال سؤال، يعني كابتن شوقي وكابتن طلعت تحديدا الاثنين متعاقدين مع انديتهم. ما هو كابتن طلعت رفض، يعني كابتن طلعت رفض من البدايه، قال لك انا عندي عقد لما اكمله نبدا نشوف هنعمل ايه. يعني هو الراجل كان واضح في، لا انا قصدي فكره التعاقد مع مدرب فني شغال في فرقه، هل يعني قصدي حضرتك انت في شروط جزائيه وانت بتستأذن الاول تشوف الطرف الاخر قابل او لم يقبل. اللي هو الطرف الاخر النادي ولا المدرب؟ الطرف الاخر اللي هو المدرب الاول. شوف المدرب الاول. انت فاهم؟ ما هو انت افرض انت مش عايز تشتغل معايا، يعني احنا اتكلمنا مع الكابتن طلعت، الراجل قال لك انا عندي عقد، اتكلمنا مع ايهاب جلال قال لك انا عندي عقد. كابتن شوقي قال لك انا ممكن يعني اشوف الوزير، واذا الوزير وافق انا ما عنديش مانع، يعني برضه الراجل كان كلامه محدد. لغايه دلوقتي يعني كابتن شوقي ميال انه يجي يمسك الاسماعيلي.
كابتن شوقي بيحب النادي الاسماعيلي جدا، وكان ليه تجربه ناجحه معانا، طلع منها على منتخب مصر، وهو شايف ان النادي الاسماعيلي بالنسبه له عتبه خضراء يعني. ان هو ممكن الامور تبقى طيبه بالنسبه له مع النادي الاسماعيلي في ظل الامور الصعبه اللي بيواجهها سواء من الناحيه الفنيه او الماديه في نادي الانتاج الحربي. فهو لا، كابتن شوقي كان طبعا انترستد وكان عنده رغبه كبيره، والرغبه دي تلاقت مع رغبه النادي الاسماعيلي في البحث على مدير فني. وشوقي غريب من المدربين الفئه الف، يعني انت برضه النادي الاسماعيلي لما فكر يجيب مدرب هو فكر في مدرب فئه الف، يعني انت فاهمني، لكن لم يحسم الامر سواء من ناحيه بس حسمته ان يجي مدير فني خلاص جديد، ولا لسه كمان الموضوع ده ما حسمش؟ هو ابراهيم بيه انا قلت لحضرتك ان هو لما هدعم في يناير بلاعبين سواء تحت السن او فوق السن هبدا اجيب مدرب جديد. طب وهل في كام واحد في القائمه ناقص دلوقتي ممكن تبدل فيهم؟ اتنين. اكيد راس حربه لازم يا شيحه متهيألي. ما جبنا راس حربه افريقي فعلا؟ مين بقى؟ لا هو لسه لما يحصل التعاقد يا كابتن، لكن هو وصل رشيد ابو كافي، ده لعيب منتخب نيجيريا مواليد 96، مهاجم متميز جدا، وهو دلوقتي بيخضع للاختبار داخل النادي الاسماعيلي يا كابتن، وتوفق خير في 3 لاعبين تانيين. طب ده كان بيلعب فين يا شيحه قبل كده؟ يعني لعب في حته، لعب في نادي كبير؟ السنه دي كان في الدوري الكمبودي. بيلعب في ده نفس الدوري اللي لعب فيه ستانلي يا كابتن قبل ما يروح مالطا. فعلا. خد بالك ان دول شرق اسيا والصين والكلام ده عندهم تقدم رهيب دلوقتي، يعني النهارده تايلاند. وهو حاليا في نادي الاسماعيلي بيتمرن موجود يا كابتن بقاله يومين. طب وشايف ايه يعني؟ بيبان كده في الاول برضه بيبان الدنيا شويه. لا هو كابتن من وسط فيديوهات كتير عرضت على الجهاز الفني، اكثر من 180 فيديو، اختاروا 4 لاعبين وما بنكتفيش احنا بالفيديو يا كابتن. طبعا انت عارف ان احنا عندنا عيوننا، لا عندنا عيوننا في الاماكن بنسال عليه، لما بنتاكد ان المعلومات متوافقه مع الفيديو اللي جه بيجي وبيخضع لاختبار فني وبدني وطبي. طب وهو في الاختبار اكيد بقاله يومين برضه، بقول لك بيبان الدنيا يعني بيبان كده كويس. لعيب كويس كابتن، لعيب كويس، وانطباعات جمهور النادي الاسماعيلي على مواقع التواصل الاجتماعي الناس اللي شافته بتقول انه لعيب كويس سريع وقوي، بيلعب بهد كويس وبيشوف بصراحه الاسماعيلي دايما بيختار لعيبه رائعه، يعني كل لعيبه الافارقه 90% اللي بيجوا الاسماعيلي بيبقوا كويسين جدا، يعني مفيش حد فلت كان سيء في الاسماعيلي مثلا افريقي، ما افتكرش يعني دايما جون اوتاكا، على طول بناهيني، حتى مصطفى كريم يعني كل اللعيبه المحترفين بصراحه بيبقوا كويس. نتمنى ان شاء الله ده هيفوق الفرقه شويه. يا رب يا كابتن حازم، يا رب ان شاء الله باذن الله. ماشي يا محمد شيحه، بشكرك شكرا جزيلا، وتحياتي لكل النادي الاسماعيلي وادارته وجماهيره، ناس بنحبها وبنقدرها، والاسماعيلي ليه كده طعم مختلف عن كل الفرق الاخرى. دايما نستمتع بكرة الاسماعيليه اللي هي حاليا طبعا مش موجوده نظرا لضيق اللعيبه اللي موجوده، ضيق اليد يعني بالنسبه للعيبه، مش دول طبعا اللعيبه، في لعيبه منهم كويسين جدا، في لعيبه صغيره عايزه وقت، لكن اكيد الاسماعيلي مستنيين منه ان هو يكون المنافس الثالث دايما مع الزمالك والاهلي. عايز اقول لكم الزمالك احمد توفيق ابتدى يخش بشكل كبير، وابتدى يتجهز انه يلعب باك يمين مكان اسامه ابراهيم. يعني ناس ممكن تقول لك حسني فتحي، انا هقول لكم حاجه، ممكن حسني فتحي ما يبقاش اساسي في الماتش ده، ممكن يكون شوقي السعيد او احمد توفيق ممكن بيتجهز انه يلعب الماتش ده كباك يمين، او يكون قاعد كباك يمين في الوقت ده. ودي يمكن حاجه من المفاجآت اللي ممكن تكون موجوده. حسني ما اعتقدش ان هيكون متواجد في الماتش ده كاساس، الله اعلم، طبعا كل شيء وارد عند كابتن محمد حلمي، وكل شيء بيبان في اليومين ال3 دول، لكن زي ما بقول لكم نادي الزمالك بيفكر في شوقي السعيد او احمد توفيق وتجهيزه في مكان الباك اليمين. احمد توفيق اجدها قبل كده مع فيريرا ولعب بشكل كويس، ولكن هو بعيد عن الملعب بقاله فتره، فممكن ما يكونش، يعني الله اعلم بقى حسب ما كابتن حلمي يشوف. لكن مع حسني فتحي ممكن ما يبقاش هو الباك اليمين، الناس كلها تقول لك حسني هو الباك اليمين اللي موجود يبقى هيلعب، لكن 90% ممكن ما يبقاش حسني هو اللي موجود في الماتش ده، ممكن يكون شوقي السعيد او احمد توفيق. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلام. اظبطها وعليها. ورجع لكم تاني وساعة كورة مع حازم إمام، ومسجات 8802 وتليفونات 3835 ناخد أول تليفون. معانا علاء. مساء الخير علاء. مساء الخير يا كابتن. ازيك يا بطل؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ كله كويس. انت في البيت ولا ايه؟ ده انت قاعد في أوضة.
لا انا في الشغل. طب ربنا يوفقك حبيبي. قول لي عايز تقول لي شايف الماتش ازاي يا علاء؟ اولا بعيد عن الماتش وكل حاجه انا اهلاوي، لكن اقسم بالله يا كابتن انا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليك يا علاء، الله يكرمك. وبجد كنت بحب سيد الوالد جدا بجد، ربنا يرحمه. الله يرحمه حبيبي. وفعلا هذا السيف من ذاك الاسد. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك. شكرا. قول لي شايف الماتش ازاي؟ انا شايف ان الماتش هو الزمالك فايق اليومين دول. تمام. بس انا شايف ان الاهلي برضو يعني هو الاقرب للفوز الاهلي. شايف مين هيفرق مع الاهلي في الماتش ده؟ مين هيفرق مع الاهلي؟ يعني مين هيبقى هو مفتاح اللعب او مفتاح الفوز لو انت من وجهة نظرك الاهلي هيفوز يعني؟ مفتاح اللعب ممكن وليد سليمان وجونيور أجاي وعلي معلول. علي هيلعب الماتش ده؟ شايفه هيلعب بعد غياب ماتشين قبل كده؟ وعلي لعب الماتش اللي فات يا فندم. الماتش الكاس انا بتكلم على الدوري. تمام. ما لعبش ماتشات الدوري بس يلعب ماتش الزمالك. شايف هو الاحسن في الحته دي احسن من حسين؟ بالظبط احسن من حسين السيد واحسن من صبري الرحيل. الزمالك خايف من مين في الزمالك؟ اللي هيفرق ومش كبالة اكيد هيفرق طبعا. وباسم مرسي. باسم يعني دايما كعبه عالي شويه بيجيب اجوان وبتاع. لا هو مش حكايه كده، هي كل المشكله بس ان باسم اليومين دول مش عارف بقى عنده اصابه ولا ما عندوش اصابه. في كلام كتير حوالين باسم كده وكان مستبعد من قائمه المنتخب، مش عارف برضه بسبب ايه. لا لسه قائمه المنتخب على فكره ما طلعتش يعني، هو لا اقاويل ولكن لسه لغايه دلوقتي القائمه هتطلع يوم 1 ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله في خير يقدمه ربنا. بشكرك علاء، شكرا جزيلا حبيبي. مستنيين تليفوناتكم على 3835961 ورسائلكم على 8802. هنا الناحيه الثانيه كنا بنقول على رامي ربيعه غيابه النهارده، برضو غياب مايوكا عن القمه. طبعا مايوكا هو راس حربة نادي الزمالك المهاجم الزامبي اللي يعني لغايه دلوقتي لم يثبت نفسه بشكل قوي امام جماهير نادي الزمالك. الجمهور لسه مستني كان منه كتير، كان تاريخ كويس جدا. مايوكا خد بطولة افريقيا مع زامبيا ولكن يعني وزنه كبير شوية، تقيل شوية، محتاج ده انا من وجهة نظري على الاقل 6-7 كيلو انه يلعب. لسه المهاجم لازم يكون خفيف، لازم يكون الفوت ورك سريع، لازم يكون يعني قوي. يعني في حاجات عنده هو قوي لكن عنده دايما بيقع في الاوفسايد كتير، وزنه زايد شويه. طيب خلينا ناخد تليفونات الناس معانا نسمع رايهم على ماتش القمه. وسام، مساء الخير يا وسام. خير يا كابتن، ازيك يا وسام؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. هو اولا الماتش الساعه 7 تقريبا مش 6، وغير كده هو يا كابتن معلش اشمعنى 7 بس؟ انا سمعت انه 6، انت جبت 7 دي منين؟ لا هم قالوا 7 خلاص، لان انا كنت مين هم؟ كذا مره اللي هو المسؤول عن الامن، فقالوا اللي هم خلاص حددوا المكان 7 بدل 6 يعني. ماشي تمام حلو. يعني انت برضه مراسل معانا تقول لنا الاخبار كده كويس. تمام. غير كده يا كابتن عايزين بس اهم حاجه ناخد بالنا من الاصابات في الماتش دوت بالذات، لان بعديه على طول الماتش المنتخب. ايوه الماتش يوم 17 ان شاء الله. اول ماتش 13 ولا 13 تهيألي اتفضل. لا 17 سوري، احنا مسافرين 13 او ماتش 17. تمام. عايزين بس ناخد بالنا عشان طبعا معظم ايا كان لعيبه النادي الاهلي او لعيبه نادي الزمالك هم يعني طبعا معظمهم مشتركين مع المنتخب، فعايزين ناخد بالنا من الاصابات والحاجات ديت. يعني يا ريت اللعيبه تاخد بالها من حاجه زي كده، وان شاء الله الاهلي هيكسب. انت اهلاوي؟ تمام. تمام. شايف الاهلي هو الاقرب في الوقت ده؟ لا هو الاحسن ولا الكوره ماتشات الزمالك الاهلي مالهاش مقاييس؟ لا هي الفكره كلها انا طبعا الزمالك ربنا يوفقه، هو بقى فريق كويس جدا وكل حاجه، بس انا شايف ان الاهلي ان شاء الله هيفوز بالمباراه دي. طيب انا كان يمكن واحد قبليك بيقول لي ان وليد هو اللي هيبقى يعني كلمه السر. انت شايف مين عند الاهلي هيبقى كويس او هو ده اللي ممكن يفوق الاهلي؟ طبعا الكابتن وليد سليمان، وطبعا الكابتن علي معلول، وطبعا الكابتن مؤمن زكريا، وكل اللعيبه ان شاء الله هتأدي كويس باذن الله. والزمالك الان من حد من الزمالك ولا مش فارقه؟ لا طبعا فارقين طبعا، زي كابتن باسم طبعا، وكابتن شيكابالا طبعا. ناس ليها اكسبيرينس جامده جدا يعني، وليهم خبره كبيره يعني. بشكرك يا وسام، شكرا جزيلا. يعني جمهور الاهلي معانا كان 2 من جماهير الاهلي قلقانين دايما من باسم ومن شيكا. دايما شيكا بيفضل شيكا والناس تخاف منه والناس بتعمل حسابه. يعني هو في احسن حالاته على فكره منذ يعني
اعتقد عامين على الاقل عمري ما شفت شيكا في المستوى ده، لان المستوى مش ماتش واحد فقط، هو مجموعه من المباريات على التوالي، ودي هي الحاجه اللي بنفتقدها نوعا ما. او كان الناس تتكلم على شيكا انه بيلعب ماتش كويس وماتش وحش، لا دلوقتي بقاله 7-8 ماتشات على التوالي بيلعب بشكل جيد جدا جدا، ومن احسن الناس اللي بتلعب، وكان فارق جدا مع الفريق. خلينا نروح لهبه. مساء الخير يا هبه. مساء الخير يا كابتن حازم. ازيك يا هبه؟ اخبارك ايه؟ حضرتك اخبارك ايه؟ كله كويس تمام والله الحمد لله. انت اخبار حضرتك ايه؟ قولي لي شايفه الماتش ازاي؟ الحمد لله يا هبه كله تمام. الحمد لله الحمد لله. بلاش اقول. لا قولي. ليه؟ ما بحبش اتوقع ماتشات الزمالك والاهلي بصراحه. من خلال اللي انت شايفاه يعني قولي لي. اكيد احنا طبعا في غيابات كتير عندنا، مش هنكابر يعني احنا مين؟ الزمالك ولا الاهلي؟ الزمالك طبعا. الزمالك. اوكي. زمالك. انا كابتن هبه العربي. ما انا عارف، بس يعني الناس مش عارفه يا هبه، فانت لازم توضحي. تمام. لا طبعا الزمالك طبعا عندنا احنا غيابات كتير، ما نقدرش نكابر في حاجه زي دي. هيبقى ماتش صعب علينا وعليهم على فكره، بس يمكن هيبقى علينا احنا اكتر. يعني ليه بقى؟ الزمالك مثلا اخر ماتشات بيكسب وبيعمل اداء كويس. تمام. احنا بنكسب بس دايما لقاءات القمه يا كابتن حازم بيبقى ليها حسابات تانية خالص. يعني احنا ممكن نكون بنكسب وجامدين جدا، ونيجي في الماتش ده بتحس ان في غلطات بتحصل. الاهلي هكذا برضو، ممكن تلاقيه وحش جدا طول الموسم، وتلاقي يوم ماتش القمه دوت عامل ماتش جامد جدا. فما بيبقاش ليه حسابات الماتش. بس طبعا اتمنى ان احنا نكسب اكيد يعني. املنا طبعا في شيكابالا باسم مرسي. اللعيبه يعني الحمد لله بتأدي الماتشات. متوقعه ممكن حد يعمل مفاجاه في ماتش مثلا الزمالك والاهلي، حد لعيب مش يعني يبقى هو بدايته؟ يعني حاسه ان هو ممكن احمد توفيق لو رجع يعمل ماتش كويس. ستانلي ممكن لو لعب برضو ممكن يحط جوان. عندي احساس جامد بكده. شيكابالا ممكن، انت عارف طبعا شيكابالا دايما بيبقى متألق في ماتشات القمة بالذات. باسم مرسي طبعا دايما. بس اكتر حد طبعا ببقى متوقعا يعني ان هو ممكن فعلا هو اللي بيخلص لنا دايما هو باسم. صح. باسم يعني هو باسم. طب وخايفة من مين في الاهلي يا هبه ولا مش فارقة؟ لا ما بخافش من لعيب معين حاليا لا. زمان كنت مين يعني مين زمان وحاليا؟ يعني زمان كنت بقلق طبعا من عماد متعب ايام ما كان في الفورمه الجامده بتاعته. ممكن دلوقتي اقلق شويه من شوقي السعيد يعني ممكن. شوقي السعيد مين؟ لا قصدي شوقي سعيد. انا ببص اصل الماتش دوت عبد الله قصدي السعيد. عبد الله السعيد يعتبر الواحد بيقلق منه شويه. بيلعب كويس محدش يقدر يعني ينكر دي. مؤمن زكريا برضو بقلق منه. بيعمل ماتشات جامده معانا قدامنا. يعني اتمنى ان احنا نكسب والماتش يخرج يعني ما يبقاش فيه مشاكل فيه ان شاء الله باذن الله. وبرضو عايزه اتكلم على موضوع التاجيل ده زي ما حضرتك كنت بتقول في اول الحلقه. مش عارفه ليه يتاجل. خلاص هو انتهى الموضوع. الناس كانت الاول بتهاجم اشمعنى بيتاجل ودلوقتي مش عايزين تاجلوا. خلاص هو الماتش يتلعب ونخلص. مفيش حد بيأجل ماتشات في العالم كله غير مصر، عندنا احنا بس. فاتمنى ان الناس طبعا بتقعد تقول بتشوفوا بره بيعملوا ايه وانت عندك هنا يقعدوا يقول لك يا عم اجل، ايه المشكله يعني؟ بالظبط. طبعا عايزه اقول لك ربنا معاك. وكل الزملكاويه اللي بتحبك بتدعي لك. زملكاويه بس؟ لا انا بقول انت عارف ان انا متحفزه شويه للزمالك. متحيزه انا للزمالك انت عارف يا كابتن. بتمنى يعني الناس كلها بتتمنى لك اكيد الخير وربنا يوفقك وما تقلقش. وراك قطورات كتير مش قطر واحد. ربنا يخليك. شكرا. ربنا يوفقك يا كابتن. طيبه. شكرا جزيلا. يعني ده طبعا اراء بعض الناس الزملكاويه والاهلاويه عن ماتش القمه. هنتكلم تاني طبعا عن الماتش، خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلام. ورجعنا لكم تاني، واخر لينك معانا وهيكون اهم لينك اعتقد هيكون من نادي الزمالك، ومعانا وزميلنا مهيب عبد الهادي من داخل النادي. مساء الخير يا مهيب. مساء الخير يا كابتن حازم، اخبارك؟ وحشني، عامل ايه؟ حبيبي كله كويس الحمد لله. احنا دلوقتي في تمرين نادي الزمالك، التمرين خلاص قرب ينتهي. كل اللعيبه متواجده، المستشار مرتضى منصور لسه داخل حالا التمرين. عايز اقول لك يمكن كان في شكوك بعض الشيء في مشاركه ايمن حفني في مباراه القمه، لكن اعتقد بنسبه كبيره يمكن ايضا مصطفى فتحي لن يشارك، محمد مجدي لن يشارك، محمد مسعد لن يشارك، لكن اللعيبه كلها في جاهزيه كبيره جدا. اللعيبه بيتدربوا، معنوياتهم عاليه جدا لعيبه نادي الزمالك. خلينا نروح لواحد من اهم اللعيبه في مباراه القمه
ونعرف ايضا جاهزيته، بس هو اللي يقول لك بقى. تمام. معاك نجم منتخب مصر ونادي الزمالك كابتن باسم مرسي نجم. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. السلام عليكم كابتن حازم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عريس؟ ازيك يا كابتن حازم؟ حبيبي اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. ربنا يكرمك ان شاء الله. طمنا عليك الاول. ناس كتير جدا زملكاويه قلقانين بس ما يكونش موجود في لقاء القمه. لا والله يا كابتن حازم انا النهارده الحمد لله جيت نزلت التمرين مع زمايلي، والدكتور قال لي ان شاء الله بكره ان شاء الله اكون متواجد مع الفرقه ان شاء الله. جاهز تماما 100% خلاص مفيش اي مشاكل؟ لا جاهز والله يا كابتن حازم. ان شاء الله بكره باذن الله اكون في التمرين جماعه مع الفرقه، وان شاء الله جاهز ان شاء الله باذن الله 100% ان شاء الله. شايف الماتش ازاي يا كابتن باسم؟ انا يعني سمعت لك تصريحات ان مفيش خوف من الماتش والامور مستقره بشكل كبير، انت شايف ازاي؟ والله يا كابتن حازم انت يعني ادرى واحد بماتشات الاهلي والزمالك طبعا، يعني انت مش نجم النجوم كلها يعني. ربنا يخليك يا حبيبي، انت دلوقتي النجم وانت الناس كلها مستنياك يا كابتن حازم. انت مثل اعلى لينا كلنا والله العظيم. ربنا يخليك يا حبيبي. مع حضرتك والله ربنا يخليك. الماتش والله يا كابتن يعني انت عارف طبعا ماتش الاهلي والزمالك عايز لعيبه عندها شخصيات قويه، فهم اللعيبه ما بتخافش. فاحنا الناس اللي موجوده في نادي الزمالك دلوقتي الحمد لله بفضل الله بقالنا سنتين اخر ماتشين في كاس احنا كاسبين النادي الاهلي، فاحنا مستعدين بشكل كويس جدا، واحنا الماتش ده ان شاء الله هيقربنا جدا جدا من قرب اللي بنقعد بيننا وبين الاهلي، فان شاء الله احنا مركزين في الماتش يا كابتن، وان شاء الله ربنا يكون وفقنا كده ونحالفنا ان شاء الله. الناس كلها مستنيه ماتش حلو من الاهلي ومن الزمالك. طيب الناس عماله تقول سعد وباسم، قلقان من مواجهه سعد ولا شايف الموضوع خلاص ما بقاش في مشاكل والامور في الكوره حاجه والبره حاجه؟ والله يا كابتن حازم الموضوع ده انا مش عايز اتكلم فيه عشان انا هلاعب نادي الاهلي مش هلاعب اشخاص يعني، بس هو الموضوع اللي بيتكلم فيه هم اللي يعني وانا ذنبي النادي الاهلي يخسر 3-1 وسعد يعمل حاجه، انا مالي يعني. هو بيدخلوا بس بجمله مفيده ليه؟ يعني انا ضد ماتش صن داونز اتعورت 6 غرز، طلعت قلت اللاعب بتاع صن داونز ولا معورني، هو السبب، قلت مش عارفه ايه هو السبب. فده كلام يعني عيب ان احنا اصلا نفكر فيه يتكلموا فيه اصلا. انا هلاعب نادي. وانت كلمت سعد اعتذرت له بعد الماتش؟ انا نزلت صوره عندي لكن ما كلمتوش عشان انا ما عملتش حاجه غلط. يعني انا مش شايف الموضوع ده والله انا ما عايز اتكلم فيه كابتن حازم عشان هو فعلا زاد عن حده، وهم يعني في ناس مزوداه عن حده فاهم. يعني ما تشيلش الغلط بغلط تاني. تمام. يعني هي اصابه ملعب وخلاص زي ما بتحصل في اي مباراه يعني. بالظبط كده. هو الموضوع يعني كابتن حازم خلاص اصابه عاديه وخلاص الموضوع خلص. فهم بقى الناس اللي بتقعد تتكلم وتعمل بقى حوارات وافلام وباسم ومش عارف هو بترد في الملعب دايما والناس ليها الملعب دايما يا كابتن باسم. لا هو في ماتش وانا احنا هنقاتل على الماتش طبعا، وهو هيقاتل وانت هتقاتل والاحسن هو اللي بيبان في الملعب. بالظبط كده يا كابتن حازم. هو ان شاء الله ربنا يكرمنا، وانت عارف ان احنا مركزين الفتره دي وربنا يكرم ان شاء الله ونكسب الماتش ده، عشان الماتش ده بالنسبه لنا هيقربنا جدا يعني. انت عارف الماتش ده ممكن يكون اخر ماتش لباسم مرسي في السنه دي يعني الموسم ده يعني ان شاء يعني لسه ان شاء الله يعني احتمال كبير 50 يا كابتن حازم. انت مبسوط بالتجربه؟ عايز تاخد تجربه الاحتراف؟ بالظبط كده والله يا كابتن حازم. المستشار مش معانا خالص، مش معانا الراجل. هو دخل معانا على فكره وكان مرحب جدا بالاحتراف بالموضوع ومن خلال النادي يعني. طبعا. لا هو اي حاجه يا كابتن حازم من خلال نادي الزمالك انا مش هاخد اي خطوه لما اكون من خلال نادي الزمالك طبعا يعني. الناس اللي بتقول لك بس لا عقده خلص، لا انا عقدي حتى لو خلص انا ما يعني مش ماضي مع ورقه من نادي الزمالك. انا تحت امر النادي، حتى لو اي تفاوض ابقى من خلال النادي ان شاء الله. ده شيء محترم يا باسم، والناس كلها بتحبك والناس كلها معتمده عليك ان شاء الله. انا مش عايز اطول عليك، انا عارف ان عندك تمرين. بالتوفيق وتحياتي للجميع عندك يا كابتن باسم. شكرا جزيلا على مداخلتك القيمه يا حبيبي، دايما متالق. مهيب معانا؟ طيب قفل مهيب. بشكر طبعا كابتن باسم مرسي، وده يمكن النهارده بيأكد بشكل كبير ان هو هيكون ان شاء الله متواجد مع الفرقه بشكل كبير. عايز اقول الاصابات ما بين اللعيبه وبعض بتحصل كتير جدا، وبيحصل اول ما بيتكلموا الامور بتبقى عاديه يعني. الاصابات طبيعي في العالم كله، الناس بتخبط وتعور بعض، لكن طبعا لو على عمد طبعا مش مشكله، لكن الماتشات ما بيبقى فيها خبط ما بيبقاش فيها تعمد، وهو ذكر كذا مره ما كانش فيها تعمد. وهتلاقوا ممكن في ماتشات تانية مدافع بيضرب مهاجم برضه مش قصده، هو ده شغله. اللعب في الكوره والالتحامات دايما هتلاقوا خصوصا بين راس حربة والمدافع، هي دي بيبقى فيها الالتحامات القويه دايما، ان هي دي اقرب او منطقه بتبقى دايما خطيره على المرمى، وبالتالي بيبقى فيها التحامات قويه شويه. نتمنى التوفيق والخير طبعا لكل اللاعبين هيلعبوا ان شاء الله يوم الخميس. نتمنى نشوف ماتش حلو يعني. انا عن نفسي بصراحه متوقع الماتش هيكون مقفل، واتوقع ان المدربين الفنيين في الماتش ده هيكونوا يعني خايفين من بعض، مش عايزين يتغلبوا في 45 يوم اجازه، مش عايزين ياخدوا الاجازه وهم بينتقدوا وبيقولوا انت خسرت من الاهلي او انت خسرت من الزمالك. وجهه نظري والله اعلم طبعا، لكن انا بشوف ان الماتش ده هيبقى فيه
مفيش ضغط من قدام، في هيستنى كل فرقه تخلص الكره، هيستنوا كلهم تحت النص الملعب، مش هيبقى في مجازفات كتيره. اللعيبه اللي بتلعب في الملعب هتبقى نوعا ما بتعرف تدافع كتير وبتعرف تأدي الواجبات الدفاعيه من الطرفين، مش طرف واحد او التاني هيهاجم. دي وجهه نظري في الماتش اللي اتمنى ان يكون غلط، لان انا دايما احب اشوف ماتشات فيها كوره كتير. انا توقعاتي ماتش مش هيبقى فيه جوان كتير، الله اعلم برضو نظرا للشكل يعني اللي انا متوقعه في المباراه دي، ونظرا سمعت تصريحات المدربين او عرفت يعني ان هما الاثنين نوعا ما مش عايزين يخسروا. في فرق ان انت مش عايز تخسر، في فرق ان انت عايز تكسب. الحافز عند الاثنين مش لسه، الماتشات بعيده قوي، الدوري لسه بعيد قوي، انت لسه في نص الموسم، وبالتالي يعني التعادل مش وحش. التعادل بالنسبه لك حلو انك تقعد 45 يوم وانت متعادل مع الزمالك او متعادل مع الاهلي، تشتغل براحتك، تشتغل كويس، الامور بتبقى مستقره، وعندك لسه الدور الثاني هو اللي بيبقى اهم، وخصوصا ماتش الزمالك والاهلي لسه هيبقى في اخر الدور الثاني برضه، فده اللي هيبقى الاهم اكيد بشكل كبير. نتمنى ان الناس اللي حوالين بقى الكوره، يعني اللي ما بيلعبوش كوره خالص، اللي قاعدين دايما حوالين السوشيال ميديا، اللي هم ما لهمش دعوه بالكوره خالص ولا ليهم دعوه بالماتش بال11، بس هم اللي بيزيدوا التعصب او بيزيدوا الروح المعنويه ايجابا ام سلبا، هم دول اللي بيعملوا الشغل كله. نتمنى الحاله المعنويه تكون عند الجمهورين جيده، كل واحد يشجع فرقته باحترام وتقدير ويقدر الاخر، وكل الناس تحاول تحفز فرقتها بشكل كويس. يعني في ادوار بتبقى لكل واحد فيها كده، الجمهور اهم حاجه الجمهور، لان كل اللعيبه بتشوف اللي بتقري وبتشوف اللي بيتكتب. اتمنى دايما الناس تكون بوزيتيف، تكون بتدي دعم. انت اسمك جمهور عشان انت المشجع، مش ان انت تقعد تنقد او تقعد تتكلم في تحاليل، دي مش شغلتك قوي. انت شغلتك انك تدعم اللعيبه دي، خصوصا في ماتش مهم زي ماتش الزمالك، او ماتش مهم بالنسبه لجمهور الزمالك ماتش الاهلي. ده هو المهم، ان كل واحد يعرف دوره، زي ما انت بتطلب من اللعيبه انها تأدي دورها، انت كمشجع دورك انك تشجع الناس دي وتقف في ظهرهم، مش في ظهرهم بس وهم بيكسبوا، ظهرهم كمان وهم بيخسروا، هم مش كويسين، لازم تقف. المدرب المدير الفني هو محتاجك دلوقتي، انك يشوفك في الشارع دايما بتديله بوزيتيف انرجي، بتديله حاجات ايجابيه، مش بس على طول انتوا وحشين، انتوا كنتوش كويسين، انتوا مش عارف ايه، ما تلعبش ده، لعب ده. دايما الناس بتتكلم في حاجات هي بتشوفها بتأثر على المدير الفني وآراءه، بتأثر لأن هو في الآخر بشر، بيسمع وبيشوف وبيحس بالآخرين. نتمنى إن شاء الله إن احنا نشوف ماتش جيد